عمرك حسيت إنك بتحب حد أوي وبتعمل له كل حاجة ومع ذلك هو مش حاسس، أو العكس إن اللي قدامك بيعمل لك كل حاجة وبيحبك أوي ومع ذلك أنت مش حاسس؟ طب عمرك فكرت إن الحب ليه لغات زي الكلام بالظبط؟ لو ما فهمناش لغة اللي قدامنا عمرنا ما هنحس إن إحنا محبوبين حتى لو الحب ده موجود. في ناس بتحب إن اللي قدامها يعبر لها عن الحب بتاعه بالكلام، وفي ناس بتحب إن اللي قدامها يعبر بالحب بالأفعال. وساعات الحب ده ببساطة بيفشل علشان شريك حياتنا مش بيعبر عنه باللغة اللي احنا نفهمها. في الفيديو ده هنتكلم عن لغات الحب الخمسة، وازاي نعرف اللغة اللي احنا بنحب اللي قدامنا يعبر بيها، ونعرف برضو اللي قدامنا ايه اللغة اللي هو بيحب يعبر بيها، ونعمل ايه لو اللي قدامنا مش بيعبر عن حبه باللغة اللي احنا نفهمها وحابينها. طب تيجوا نعرف ايه هي لغات الحب الخمسة. في حد بيحب ان اللي قدامه يعبر عن حبه بالكلام، كلام كده حلو وفيه تقدير، زي انا فخور بيك، انا مبسوط ان انت موجود، انا بحبك، او وجودك بيفرق معايا. وفي حد بيحب ان اللي قدامه يعبر عن حبه ده بالافعال، زي انه يعمل معاه الفطار، انه يساعده في حاجه صعبه عليه. وفي حد تالت بيحب ان اللي قدامه يقضي وقت معاه، زي انه يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، يخرجوا مع بعض، يعملوا حاجه مع بعض. وفي حد بيحب ان اللي قدامه يقدم له هديه، مش شرط الهديه دي تكون غاليه، بس الفكره نفسها بتحسسه ان هو متقدر. وفي حد خامس بيحب ان اللي قدامه يطبطب عليه. طب انا ازاي اكتشف لغه الحب بتاعتي؟ أقعد كده وأركز وأشوف إيه أكتر حاجة لمّا بتحصل من اللي قدّامي أنا باكون مبسوطة. يعني أنا مثلًا بابقى مبسوطة لمّا حد بيقول لي كلام حلو، والّا لمّا حد بيقدّم لي مساعدة أو هدية، والّا لمّا حد بيطبطب عليَّ، والّا لمّا حد بيقضّي وقت معايا. وأشوف برضه إيه الحاجة اللي لمّا بتغيب باكون متضايقة وأحس إن أنا مش محبوبة. ساعتها هتكون دي لغة الحب بتاعتي. طب تمام، دلوقتي أنا عرفت لغة الحب بتاعتي، أعمل إيه بقى لو اللي قدامي مش عارف إيه هي لغة الحب بتاعتي؟ أول حاجة عادي خالص إن أنا أروح أقول له إن أنا باكون مبسوطة لمّا بتقعد تتكلم معايا مثلًا، أو إن أنت لمّا بتقول لي كلام حلو، أو لمّا بنخرج، أو لمّا بتساعدني. ومش شرط إن لمّا آجي أفتح الموضوع ده إن إحنا نكون بنتخانق، لأ عادي، أنا باعرّفه أنا باحب إيه، وفي نفس الوقت أنا باعرف هو بيحب إيه. خلينا متفقين على حاجة، إن كل الناس بتعرف تعبر عن حبها، لكن مش كل الناس بتعرف لغة حب اللي قصادها. وزي ما تحبي إن اللي قدامك يحبك بطريقتك، انت برضو لازم تدي فرصة للغة حب اللي قصادك. وخلينا متفقين على حاجة، إن ممكن يكون من الصعب إن اللي قدامك يغير طريقة حبه ليكي، خصوصا لو الحد ده الأهل. فلازم تفهمي طريقة حبهم علشان خاطر تفهمي سلوكهم. علشان خاطر كتير من الأهالي ما بيعرفوش يعبروا عن حبهم، أو اتربوا على كده، أو شايفين إن التعبير عن الحب ده ضعف. أي نعم ده مش مبرر، بس برضه ده بيساعدك إن أنت تتوقعي أكتر ما بتستني. وخلينا متفقين على حاجة، إن الحب ده حاجة كبيرة قوي، إحنا ليه مصممين نصغرها ونضيقها في حاجة واحدة؟ يعني مثلا مامتي ما بتقوليش كلام حلو، بس بتعمل لي أكلة حلوة، هل هي كده بتكرهني علشان خاطر هي مش بتقولي كلام حلو؟ لا، هي بتحبني، بس بتحبني بطريقتها، بتحبني بالطريقة اللي اتعودت تعبر بيها عن حبها. آخر حاجة أحب أقولها، إن الحب مش بس الرومانسية، الحب إزاي إن إحنا نتعلم إزاي نتكلم مع بعض ونسمع بعض. اكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر طريقة بتحبوا اللي قدامكم يعبر بيها عن حبه ليكم.